يلا رجاله يلا يا شباب يا اهل الخير يا اخواننا يا مجاهدين يا حبيبنا يا راجل لا سمحتم يا اخواننا يا اهل الخير يا اهل الخير يا اهل الخير يا جماعة يا شباب لو سمحتوا بالصوت لو سمحتوا يا جماعة نسمع بعض يا أهلنا لو سمحتوا مصر متفقين على حاجة واحدة فكل واحد بيعبر عن نفسه بس ما بيعبرش عن حاجة. يا اخوانا يا طيبين انا عايز بس الفت نظركم لحاجة واحدة محدش من اللي واقفين في المنطقة دي دلوقتي مش مصر كل اللي واقفين مصريين نختلف في الآراء وارد لكن ما نختلفش ان مين فينا مصري ومين فينا مش مصري كلنا اخوات وكلنا اصحاب حقوق فكل واحد فينا من حقه يعبر عن رأيه. انت عارفين الازمه في مصر ايه؟ ان في طيار شايف ان هو لوحده هيحكم والباقيين مش موجودين والناس الثانيه شايفه ان دول لازم يستخدموا في البحر وهم مش موجودين. البلد دي مش هتتبنى غير بايدي وايدك انتي وكده اللي فيه كفاءة اللي فيه فصيل في البلد هيعرف يبنيها لوحده كان غير واحد. البلد دي مش هتتبنى غير بينا مع بعض. الراجل ده المحترم واخونا اللي عقب عليه برضه المحترم هو من حقه يقول رأيه ولما يجي لك الدور خد الميكروفون ويقول رأيه مش عيب. تمام يا بيه انا قلت ايه؟ استنى بقى كمل وجهة نظرك خالص وهو يكمل وجهة نظره خالص نسمع بعض. ما انا عشان هو اخوك يا اخوانا وهو عشان اخوك لازم تسمعه علشان احتمال يقول لك حاجه جديده ولو ما قالش لما تقول انت رايح قول اللي انت عايزه مش من حد يعلق عليك علشان خلي بالكم لو ما بنيناش فصول الثقه دي مع بعض لو ما حبيناش بعض لو ما عرفناش مع بعض هنقطع بعض. البلد دي ما تستحقش مننا كده فعشان خاطرها نسمع بعض. انا ما بقولش رايي صح انا بقول رايي خطأ ويحتمل الصواب زي ما قال الامام الشافعي ورأي غيري صواب يحتمل الحق. لو سمعنا بعض احتمال نطلع من هنا احنا الاثنين بطيار كده ليه لا؟ فالراجل اللي كان عايز يقول ان احنا مقصرين عايز يقول ان احنا مش موجودين في الشارع عايز يقول انتوا ليه متأخرين ما تدوش بدري ليه؟ ده اللي كان عايز يقوله هو مش قصده على الطيار ده هو عايز كده احنا هو عايز يقول ان الناس في الشارع من غير استجابة. انا برضه هقول لحضراتكم لا يعني لي الاستجابة انا ما اقصدش هو اول لكن لو انتوا عايزين تفهموا او اللي انا عايز افهمه معاكم ان البلد دي استغلتها في الله. احنا عايزين رجال دولة مسؤولين عن الادارة يعرفوا يديروا البلد دي كويس وكلنا عايزين شغل واي حد بعد يقول حضراتكم عايز يقول حاجة من حقه يقول لكن ما حدش يعتمد عليه.